في الارهاب والكباب، واللي بالمناسبه اشرف عبد الباقي ابن جيله وصديق عمره كان معاه، ويمكن دوره كان اكبر بحجم المساحه والدراما. ولكن اتفرج على علاء ولي الدين في الفيلم وهتفهم فرق التأثير ومداه لما عادل امام بيقرر يجيبه تاني في المنسي ويقول له الجمله دي. مساء الخير. مساء الخير. في حاجه حضرتك؟ انا شفتك قبل كده. مش عارف والله. انت بتروح المجمع؟ رحت مره واحده بس. وطبعا الجمله دي كانت دلاله على تكرار النجاح ونجاح الكاركتر ذات نفسه بتاع علاء ولي الدين. وبرضه خد بالك في نفس المشهد ده محمد هنيدي كان قاعد ورا علاء ولي الدين اللي بيكبر معاه اكتر واكتر، وبيبدا يترسم جيل جديد متجسد في علاء ولي الدين ومحمد هنيدي واشرف عبد الباقي واحمد ادم وصلاح عبد الله. ولكن تعال نركز هنا على محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، لان بكل صراحه افلامهم اثرت في شكل السينما، بل وغيرت في شكل الضحك، بل واضافت له كمان، ولسه تاثيرهم ده واضح وباين لحد النهارده. لان الاتنين خلي في بالك قبل ما كل واحد يبقى نجم ساحق ولوحده ومنفرد كانوا عاملين ثنائيات غير طبيعيه على المسرح وعلى التلفزيون، زي مسلسل وانت عامل ايه مثلا، او فيلم حلق حوش. لكن هتبدا الصحافه في الفتره دي تحطهم في مقارنات مع بعض طول الوقت، وبالذات لما محمد هنيدي هيسبق علاء ولي الدين في النجوميه بعد اسماعيليه رايح جاي وصعيدي في الجامعه الامريكيه. بالمناسبه محمد هنيدي عرض على علاء ولي الدين انه يعمل دور صاحبه حسين في صعيدي في الجامعه الامريكيه، لكن علاء ولي الدين رفض وقال له انا داخل فيلم اسمه عبود على الحدود. قبل ما نخش على مرحله عبود على الحدود عاوز احكي لك موقفين بيبينوا لك مدى تاثير سمير ولي الدين ابو علاء ولي الدين في علاء ولي الدين.